دكتور خجول جدا بيقابل بنت جميله على الشط، بيحبها وبيتعلق بيها، لكن هي بتعتبره زي اخوها، وعلشان يلفت نظرها بيتغير 180 درجه وبيشقط اشهر بلوجر في البلد كلها، لكن نهايته بسبب الشقاوه بتبقى غريبه. بيبدا الفيلم مع شاب اسمه تيبو بيكون طالع مصيف مع اصحابه البنات لان في واحده منهم هتتجوز. بيظهر ان هما مجانين جدا وبيعملوا اي حاجه، بس هو مختلف عنهم، دايما قاعد لوحده، واضح ان هو كيوت وغلبان. في يوم بالليل كلهم بينزلوا البحر، بعدها هو بيفضل مستني بره علشان مكسوف، ولما بيمشي هو بيتاكد ان مفيش اي حد على الشط، ولان مش معاه مايو بينزل من غير هدوم، ويا دوب بينزل من هنا وفي بنت غريبه ما يعرفهاش بتيجي عايزه تنزل البحر، ودي اسمها روز. قبل ما تدخل في حاجه بتقرصها في رجلها، تيتو بيضطر يطلع عشان يساعدها وبيشيلها وبيوصلها لحد اوضتها. بنعرف بعد كده ان هو دكتور تحت التمرين، علشان كده بيعالجها وبيساعدها تتخلص من السم. المهم هي بتتعرف عليه وبتعزمه عندها يشرب حاجه، وبتقول له ان هي لسه منفصله عن حبيبها جديد، وعلشان كده جت المنتجع ده تغير جو وتحاول تنسى حبيبها. هو بيقول لها والله احسن، ده مفيش احسن من ان الواحد يعيش سنجل وحر، يقضيها بالطول بالعرض براحته، ولا حد يخنقنا بقى جايين منين ورايحين فين، انت زي كده سنجل. هي بيبقى واضح ان هي معجبه بيه وحابه تفتح معاه كلام قوي، بس هو واضح انه ساذج بزياده او محرج ومتوتر ومش عارف يتكلم. في الاخر بيسيبها ويمشي علشان ينام لان هو تاني يوم مسافر. المهم بعد كده بيحكي لاصحابه كل اللي حصل، هما بيقولوا له يا خيبتك يا اخي، وبتحكي كمان انت هتعيش طول عمرك كده لوحدك، لازم تبقى جريء شويه. بتعزمك بالليل عندها على حاجه تشربها وبتحاول تفتح معاك كلام في اي حاجه، وتقول لك انها سابت حبيبها وجايه علشان تنساه، وبعد كل ده ما تحاولش انك تشقطها. المهم تيتو بيرجع لمدينته وبيروح على شغله في المستشفى، وبيظهر هنا ان هو شخص طيب جدا حتى في معاملته مع المرضى بالذات اللي صغيرين في السن، بيديهم العاب ودباديب على حسابه علشان بس يوافقوا ياخدوا العلاج. وبيظهر هنا ان في من اصحابه بيشتغلوا معاه في نفس المستشفى. المهم روز بتبعت له مسج عايزاه يخرج معاها، هو بيبقى مبسوط جدا. صديقته بتقول له قول لها تعالي لي على البيت في نص الليل، بيرد عليها ايه قله الادب اللي انت فيها دي، ده احنا يا دوب اول مره بنخرج مع بعض، هقول لها تعالي البيت هنتقابل طبعا في مكان عام. فبترد عليه براحتك يا غشيم، البنت بتحب الراجل الدغري، خش في الموضوع على طول هترجع تندم بعد كده. تيبو بيكبر دماغه منها وبيروح فعلا يقابلها في مكان عام، وبيدي لها هنا هديه صوره من العصور الوسطى لان هي بتحب الفن والحاجات دي. بتساله بعد كده تحب تخرج فين، فبيقول لها لا براحتك اختار انت. فبترد عليه هتندم على فكره، وافتكر ان قلت لك هتندم. فبيقول لها ليه كده، هنروح فين بالظبط؟ فبتقول له هنروح نشتري هدوم جديده. فبيقول لها عادي مفيش مشكله، وهندم ليه؟ فبتقول له كل الرجاله ما حدش بيحب يروح مع بنات وهم بيشتروا هدوم. تيبو بيقول لها لا لا ما تقلقيش انا مختلف في الحته دي. المهم بيروح معاها وهي زي اي بنت بتقيس 5000 فستان تقريبا علشان تختار واحد في الاخر، بس هو بيبقى عادي مبسوط مش متضايق. بتقول له بعد كده ان حبيبها القديم كان دايما بيرفض يروح معاها وهي بتشتري هدوم لانه بيزهق، وبتقول له كمان انها حاسه ان جه الوقت المناسب انها تحب حد غيره علشان بدات تنساه. هو بدل ما يفهم ان قصدها هو بيتهرب من الكلام وبيقول لها مفيش احسن من السنجله والله. تيبو نفسه بيبقى مش عارف هو بيقول كده ليه، بس هو مكسوف ومتوتر. المهم بعد كده بيخرج معاها كل يوم وبيسهر عندها كمان يتفرجوا مع بعض على افلام، وهي طول الوقت بتعامله على ان الشخص المناسب ليها اللي ينفع يكون حبيبها، بس هو تصرفاته كلها العكس، كانه بيتهرب منها او مش عايزها او عايزهم بس يكونوا مجرد اصدقاء، ده اللي هي بتفهمه. فبتبدا مع الوقت تعامله على ان هو صديق فعلا، وشويه شويه بتعامله على انه اخوها. المهم بعد ايام كتير تيبو اخيرا بيقرر يقول لها ان هو بيحبها، فبيروح لها البيت، وقبل ما يقول لها اي كلمه بتقول له هنا ان هي بتعتبره زي اخوها واخوها الصغير كمان، فبيتوتر بزياده وبيتلخبط، وبيقول لها علشان يمشي ان هو رايح يقابل واحده ثانيه حبيبته القديمه هيرجع لها. فهي بتقول له انت ما حكيتليش الموضوع ده قبل كده، بس عموما بالتوفيق لما ترجع احكي لي كل حاجه. تيبو بيسيبها وبيروح لاصحابه بيحكي لهم كل اللي حصل معاه، فبيقولوا له بس يا معلم هي كده حطتك في خانه الصداقه. هو بيقول لهم يعني ايه خانه الصداقه؟ بيقولوا له البنت اول ما بتتعرف على شاب جديد بتحسبها كده هو ده ينفع حبيبي ولا لا، ويمكن اوقات تحاول لو هي سنجل، لو لقت الطرف الثاني منسجم تمام، ما حصلش بيفضل في خانه الصداقه ويفضل اخ مدى الحياه. هو بيقول لهم طب ايه الحل، هنعمل ايه دلوقتي، انا عايزه تحبني عادي ونتجوز. فبيقولوا له في حل طبعا، بس لازم تنفذ التعليمات بالظبط. اولا لازم تغير شخصيتك 180 درجه، تبقى حد تاني، حد البنات تحبه وتجري عليه، مش لخمه وخيبه، ودي مهمه سيبها علينا. تاني حاجه لازم تعملها تسيبها لفتره طويله، تقول لها ان انت مسافر وما تشوفكش ابدا لحد ما تتغير فعلا، ولما ترجع لها تبقى مفاجاه. هو بيقول لهم موافق هعمل اي حاجه، المهم خليها تحبني. من تاني يوم اصحابه بيبداوا يساعدوه، واحده منهم مهتمه بالرياضه بتمرنه كتير علشان يعمل فورمه ويظبط جسمه، وواحده تانيه بتاخده تعلمه الرقص علشان البنات بتحب الشاب اللي بيعرف يرقص، وواحده بتعلمه ازاي يتكلم مع البنات بتقل، يبقى واثق في نفسه وهو بيتكلم، هو ما يتسرعش في اي رد، والاهم
يرد الرد المناسب، مش يتكلم في الطب والتاريخ والعصور الوسطى. في يوم هنا وهم في مطعم بيدربوه، في بلوجر مشهوره جدا بتدخل المكان اسمها جينا. اصحابه بيقولوا له لا ما تبصش عليها، دي مش بتتكلم ولا تتعرف على اي حد، لازم يكون واحد من صفوه المجتمع واحلاهم. بعد كده بياخدوه يشتروا له هدوم جديده علشان لبسه ده بصراحه لا يعجب بنت ولا راجل. المهم بتعدي ايام كتير وهم بيحاولوا يغيروه. في الاول الموضوع بيبقى صعب عليه وفاشل تقريبا في كل حاجه، بس بعد وقت بيتغير فعلا، بيبقى حد تاني. فاول حاجه بيفكر يعملها يشقط البنت اللي نص الشعب بيجري وراها. جينا البلوجر المشهوره بيقدر بسهوله يتعرف عليها وياخد رقمها، وبيبهر اصحابه بالتغيير اللي بيقولوا له خلاص انت كده بقيت زي الفل، جاهز علشان ترجع تقابل روز تاني. هو بيقول لهم هي عندها معرض فني بتعرض فيه شغلها الجديد، هقابلها هناك. بيروحوا معاه البنات، بيسلم عليها في الاول وبيعرفها على اصحابه. بعد كده هي بتقول له ايه الشياكه دي، انت اتغيرت كتير. فبيقول لها يعني عادي مش للدرجه دي، بس انت متوتره ليه؟ فبتقول له ان هي مستنيه حد مهم جدا هيزورها من شركه كبيره، هيشوف شغلها ولو كان حلو هيعمل معاها عقد كبير. الدنيا بتبقى ماشيه زي الفل مع تيبو لحد ما روز بتصدمه فجاه وبتعرفه على حبيبها برونو، وبتقول له ان هي رجعت له خلال الفتره اللي فاتت. برونو بيظهر ان هو شخص مغرور جدا، والاهم كان على علاقه زمان بواحده من اصحاب تيبو. بيروح لها وبيطلب منها ميعاد بس هي بترفض. في الوقت ده تيبو بيكون مصدوم، حاسس ان بعد المجهود ده كله والخطط دي كلها كل حاجه انتهت في لحظه وما بقتش ليه برضه. رجعت لبرونو. بيمشي في النهايه من المكان وهو زعلان، وبيقرر علشان ينساها يتعرف على واحده غيرها. بيروح على طول يقابل جينا البلوجر، وبيقدر كمان يقنعها يكون حبيبها لان الراجل المناسب ليها. هي بيعجبها كلامه وبتعجب بيه فعلا، وبيعيش معاها حياته. اصحابه بيبقوا منبهرين من اللي هو بيعمله. لا التلميذ بقى شاطر قوي. تيبو في الاول بيبقى مبسوط بعلاقته الجديده وحاسس ان هو عامل انجاز او نجاح في حياته، وبيحاول ينسى روز. بس جينا بتكون حياتها مختلفه عنه، طول الوقت بتتصور في اي حته واي مكان لانها لازم تنشر كل حاجه. في الوقت ده روز بتبقى بتحاول تكلمه لكن موبايله طول الوقت مقفول. بتعرف من مواقع التواصل الاجتماعي ان هو دلوقتي مصاحب جينا وهو مش فاضلها من الاخر. تيبو كل يوم بيحلم بروز مش قادر ينساها، بس بيصحى في النهايه على جينا البنت اللي اي شاب يتمناها لكن مش هو، لانه مش بيحبها، والاهم مش بيحب حياتها الغريبه. بعد فتره بيزهق منها. وفي يوم روز بتقرر ان هي تروح تقابله في المستشفى في وقت شغله. هو اول ما بيشوفها بيتفاجئ، ولما بيقعد معاها بيقول لها ايه الحكايه، هو برونو سابك ولا ايه عشان كده رجعتي لي؟ ما انا دلوقتي بقيت البديل بتاعك. بيفضل يضايقها كتير بكلامه. هي بتقول له الحكايه مش كده ابدا، كل الحكايه ان احنا اصحاب وحبيت اجي اسال عليك وبرونو ما سابنيش ولا حاجه. بتسيبه وتمشي وهي زعلانه. بعد كده لما بيقعد مع اصحابه بيقولوا له واضح ان انت لسه بتحب روز، وعندنا احساس ان هي كمان بتحبك، بس انت لازم تعمل حاجه علشانها، مش هينفع تقعد تتفرج، احنا عندنا خطه وممكن نساعدك. تيبو بيوافق على كلامهم وبيروح تاني يوم يصالح روز ويعتذر لها على الطريقه اللي كان بيكلمها بيها. هي بتقبل اعتذاره وبيعزمها هنا على حفله عاملها عنده في البيت انها تيجي وتجيب حبيبها معاها. المهم بالليل بتروح فعلا الحفله اللي بيظهر ان هي مش مجرد حفله عاديه، لا حفله مبهره. ده لان اللي نظمت الحفله جينا خبيره الحفلات. برونو بيبقى منبهر باللي شايفه، بس واضح قوي ان هو رايح مع اي واحده تقول له تعالى، او حتى ما تقولش تعالى هو بيروح لوحده. واحده من اصحاب تيبو بتضحك عليه وبتصوره معاها علشان تبعت الصور لروز وتخليهم يفركشوا. في النهايه قبل ما يبعتوا لها الصور هي بتشوف برونو بنفسها في وضع مش لطيف ابدا، فبتزعل وبتسيب الحفله وتمشي. تيبو بيروح وراها وبيقول لها ما تزعليش، هو كان باين من الاول انه مش حد اصلا تثق فيه. فهي بتساله انت سبت الحفله ليه؟ فبيقول لها الحفله مش اهم منك، انت عندي اغلى من اي حد. بتقول له طب وحبيبتك؟ فبيقول لها حبيبتي ايه، بقول لك انت عندي اهم من اي حد. روز هنا بتقول له كلكم خاينين زي بعض، انت شبهه برضه وبتعمل نفس اللي هو بيعمله، تبقى معاك واحده وبتجري ورا غيرها، امشي احسن. تيبو بيرجع البيت بيلاقي جينا مستنياه وبيظهر ان هي شرسه جدا. بتقول له ان هي عرفت انه بيحب واحده غيرها وعشان كده هتسيبه قبل ما هو يسيبها. تيبو بعد كده بيتخانق مع اصحابه لانهم ما اتفقوش معاه على الخطه اللي كانوا ناويين يعملوها. بيقول لهم انا مش فار تجارب عندكم ومش عايز اعرف حد منكم تاني، انا هرجع تيبو الطيب الكيوت، كنت مرتاح اكتر. تيبو فعلا بيرجع لحياته القديمه، بس لما بيهدى بعد وقت بيبدا يتكلم مع اصحابه تاني عادي. هم بيصالحوه وهو بيصالحهم. لكن في يوم بيعرف منهم ان روز مضت فعلا عقد مع شركه كبيره في برشلونه وهتروح تشتغل هناك وهتسيب فرنسا، وده معناه انه غالبا مش هيشوفها تاني ابدا. تيبو فجاه بيقرر ان هو يتمسك بحبه وما يتنزلش عنه ابدا وما يسيبهاش تمشي. بيسيب المستشفى ويطلع جري عليها بلبس الشغل، لكن فجاه هنا عربيه بتخبطه والدنيا بتضلم والفيلم بيروح بينا لبعد وقت. بيظهر ان تيبو خلاص فارق الحياه. روز بتكون موجوده في جنازته وزعلانه عليه جدا، وكمان جينا ما هي لازم تتصور مع حبيبها القديم اللي فارق الحياه. ده ستوري جامد ده ويجيب لايكات كتير. فجاه بيظهر ان كل ده ما حصلش، تيبو اتخبط بالعربيه فعلا بس لسه عايش يعني في المستشفى. لما بيفوق بيعرف اللي حصل من اصحابه وبيصمم ان هو برضه يلحقها قبل ما تسافر. بيهرب بسرعه من المستشفى واصحابه بيساعدوه. لما بيوصل بيلاقي روز بتلم حاجتها وماشيه، فبيعتذر لها وبيقول لها انا بحبك وعايزه اتجوزك. هي بتبقى لسه زعلانه فبتسيبه وتمشي.
تمشي. فهنا هو بيعمل حركه مجنونه جدا، بيطلع فوق عربيه الشحن وسط الشارع بصوت عالي، بيحكي لها كل حاجه بصراحه. بيقول لها انا عملت كل ده علشانك، صاحبت جينا عشان الفت نظرك مش اكتر، اتغيرت واتعلمت الرقص، لعبت رياضه وانا اصلا ما بحبهاش، وبقيت حد تاني عشانك. كل ده عشان حبيتك من اول يوم شفتك فيه، بس كنت جبان وما قدرتش اقول لك، دايما كنت باجيلك في الوقت الغلط، سامحيني واديني فرصه اخيره واوعدك مش هتندمي. روز بتقول له كالعاده انت جيت في الوقت الغلط، انا مسافره ومضيت عقد جديد. فبيرد عليها مش مهم، انا هسافر معاكي وهساعدك تحققي كل احلامك، انا شغلي مش مرتبط بمكان وما عنديش حاجه في الدنيا اهم منك. روز هنا بتقول له ان هي كمان بتحبه ومن اول يوم شافته فيه، وبتديله فرصه جديده. وبكده بينتهي الفيلم. لو عايز الجزء الثاني قول لي في الكومنتات. سلام.